أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5، وده الجزء الثاني من سلسلة الأفضل في 2025. السلسلة اللي بدأناها علشان نغربل الزحمة اللي بتحصل كل سنة ونطلع لك الأعمال اللي فعلا تستاهل. ويمكن أكتر سؤال بيوصلنا هو إزاي بتختاروا الأفلام دي؟ وصدقني العملية مش بسيطة. بنقعد نتابع الإنتاجات من أول إعلان لحد نزول الفيلم، نقارن بين الآراء العالمية، نفكك الحكايات ونراجع التصوير والإخراج والمؤثرات، وكل ده علشان نوصلك قائمة صادقة وواضحة. والسنة دي فئة الخيال العلمي والفانتازيا كانت أصعب اختيار. 2025 جابت موجة أفكار جديدة، عوالم معمولة بحرفية وحكايات بتشدك من أول لقطة. عشان كده التجميع خد وقت ومجهود كبير، ومش هتتخيل كمية الأعمال اللي استبعدناها علشان نختار ال10 دول بس. وقبل ما ندخل في الترتيب خليني أفكرك إن المحتوى ده بيطلع بشغل طويل، فلو شايف إن اللي بنعمله يستاهل ما تنساش اللايك والاشتراك. دعمك هو اللي بيخلي السلسلة دي مستمرة وبيخلينا نرجع لك بجزء جديد كل أسبوع. يلا حضر نفسك، لأننا دلوقتي هندخل لأقوى 10 أفلام خيال علمي وفانتازيا في 2025، والقايمة دي هتفاجئك من أول مركز لحد رقم 1. نبدأ من المركز العاشر مع فيلم بوردرلاندز. التصنيف خيال علمي وأكشن وفانتازيا، بطولة كيت بلانشيت وكيفن هارت وجاك بلاك، وإخراج إيلي راث. تقييم IMDb 6.8. الفيلم بياخدك على كوكب صحراوي فوضوي مليان عصابات ومسوخ وتكنولوجيا بتنفجر من أقل لمسة. بنتابع مجموعة نص سوابق ونص أبطال، كل واحد فيهم شايل تاريخه وتعبه، بس لسه جواه شوية أمل يعمل الصح بطريقته. الأكشن مجنون، الألوان صريحة، والمواقف بتتنقل بين الضحك والاشتباك في لحظة. رأيي إنه بوردرلاندز معمول لناس بتحب الستايل العالي والطاقة العالية. المخرج مركز على الشكل أكتر من القصة، وده واضح، بس اللي داخل يتبسط مش يحلل هيستمتع جدا. بعده مباشرة ماينكرافت لايف أكشن في المركز التاسع. التصنيف فانتازيا ومغامرة وعائلي، بطولة جيسون موموا وجاك بلاك، إخراج جاريد هاس. تقييم IMDb 7.0. التجربة هنا شبه دخولك لعالم ماينكرافت الحقيقي، بناء، هدم، وحوش ليلية، وصراع بين الإبداع والفوضى الفني. الفيلم بيدور حوالين فكرة إن العالم بيتبني بإيدك، وبالتالي ممكن يتصلح بإيدك. رأيي إنه كان رهان كبير بس نجح، روح اللعبة موجودة، والمشاهدة ممتعة جدا ومناسبة لكل الأعمار. في المركز الثامن ترون إيريس. التصنيف خيال علمي وأكشن وسايبر بانك، بطولة جاريد ليتو وغريتا لي، وإخراج جواكيم رولينج. هنا بنرجع للشبكة الرقمية بعالم نيون جامح، كله خطوط ضوئية وصراع وجودي بين برامج بدأت تفكر وبشر مش فاهمين العالم ده. رأيي إنه الفيلم لوحة فنية متحركة، مش أعظم حبكة، لكن تجربة بصرية صاروخية مناسبة لمحبي الخيال العلمي الفني. المركز السابع ويكد بارت 2. التصنيف فانتازيا وموسيقى ودراما، بطولة أريانا جراندي وسينثيا إريفو، إخراج جون أم تشو. هنا العلاقة بين الساحرتين بتوصل لأعمق نقطة، سحر، خيانة، ووعود اتكسرت. الأغاني جزء من السرد مش فواصل، والعالم معمول بروح برودواي على الشاشة. رأيي إنه فيلم راقي ومصنوع بحرفية عالية، ولو بتحب الموسيقى الدرامية هتستمتع جداً. نيجي للمركز السادس زينو. التصنيف خيال علمي ومغامرة، بطولة لولو ويلسون وأوماري هاردويك وبول شنايدر، إخراج ماثيو لورين أوتس. الفيلم عن علاقة بنت صغيرة بكائن فضائي، بس العلاقة هنا مش لطافة طفولية، دي مراية لمشاعرها ووحدتها وخوفها. العالم بيكبر معاهم من صحراء هادية لمطاردات واكتشافات. رأيي إنه فيلم صغير في الحجم، كبير في الإحساس، صادق وإنساني ومؤثر جداً. المركز الخامس أوسايرس. التصنيف خيال علمي وأكشن، بطولة ماكس مارتيني وبريانا هيلدبراند وليندا هامilton، إخراج ويليام كوفمان.
بيبدأ بفريق قوات خاصة في مهمة، فجأة الفريق بيختفي. من هنا بنغوص في لغز مرتبط بتكنولوجيا مش بشرية وتدخلات فضائية. الفيلم عسكري على فضائي بأسلوب جديد. رأيي إنه مفاجأة جميلة، ميزانية صغيرة لكن ذكاء كبير وأكشن واقعي ومتماسك. الرابع The Astronaut، التصنيف خيال علمي ورعب فضائي، بطولة كيت مارا ولورنس فيشبورن وجابرييل لونا وإيفانا ميليتشيفيتش. سام بترجع من الفضاء بعد حادث، لكنها مش راجعة لوحدها. السؤال، المشكلة في اللي شايفاه ولا في عقلها؟ الفيلم بيخلط الخيال العلمي بالرعب النفسي بدهاء. رأيي إنه من أفضل أفلام الرعب الفضاء النفسي من سنين، وأداء كيت مارا قوي جداً. المركز الثالث ميكي 17، التصنيف خيال علمي فلسفي، بطولة روبرت باتنسون وناومي آكي ومارك روفيلو. الفكرة، لو في 17 نسخة منك، أي واحدة فيهم هي أنت. كل نسخة بتموت وترجع، الذكريات بتتلخبط والهوية بتتفكك. رأيي أنه فيلم يخليك تفكر بجد، تقيل فلسفي وممتع لعشاق دماغ الخيال العلمي. المركز الثاني آش، التصنيف خيال علمي ورعب نفسي، بطولة إيزا جونزاليز وآرون بول وإيكو أوايس. ريا بتصحى في محطة فضاء فاضية أو شبه فاضية، كل باب بيفتح سر وكل خطوة بتقرب من وجود غير بشري بيتعلم من خوفها. رأيي إنه فيلم متوتر لأقصى درجة، مرعب من غير ما يعتمد على وحوش، وأداء إيزا ممتاز. وفي المركز الأول سوبرمان 2025، التصنيف خيال علمي وسوبر هيرو وفانتازيا، بطولة ديفيد كورنسويت وراشيل بروسناهان، إخراج جيمس غان. جيمس غان بيقدم سوبرمان أكتر إنسانية، صراع بين كونه رمز للأمل وبين عالم بقى أعقد من زمان، لحظات عملاقة، رؤية واضحة وبداية حقيقية لإعادة بناء دي سي. رأيي إنه انطلاقة تاريخية لو دي سي لعبتها صح. دي كانت قائمة كادر 55 لأفضل 10 أفلام خيال علمي وفانتازيا في 2025. لو عجبتك القائمة أو عندك فيلم عايز تشوفه قريب، قول لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك، دعمك هو اللي بيخلينا نكمل ونجيب لك الأفضل. شكرا ليك ونشوفك الحلقة الجاية.